ليه اشتري مروحة تبريد لللابتوب لما هو اللاب عندي لما بيسخن بحطه في الفريزر وبيرجع يسقعه ويخلي الجهاز يشتغل تاني كويس؟ طب انا عايز اقول لك المصيبة اللي انت بتعملها دلوقتي دي ازاي تدمر لك جهازك. طبعا انا عارف ان في كتير منكم كان بيعمل الحركة ديت، يبقى شغال على اللابتوب مثلا 6 7 ساعات، اللابتوب بيسخن منه جامد قوي ويبدا يهنج، يقوم واخد اللاب بتاعه وحطه في الفريزر 3 4 دقايق ويطلعه، هوب اللاب يشتغل معاه زي الفل والتبريد يرجع يبقى حلو تاني. خليني بقول لكم على مخاطر انك تحط اللابتوب بتاعك في الفريزر وازاي ان ده ممكن يدمر لك جهازك. اول حاجه انت كده بتدمر البورده بتاعت الجهاز، لانك لما بتحط اللابتوب في الفريزر وبتحطه في بيئه ساقعه جدا بعدين فجاه تخرجه لبيئه تانية اللي هي بره الفريزر تكون بيئه دافيه، فهنا الرطوبه بتاعت الهواء بتبدا تتكثف او تتكون على المكونات بتاعت البورده، وبالتالي يبدا يحصل لك شورت سيركت او اللي هو يبوظ لك البورده او البطاريه او المعالج بتاع الجهاز، ولو عندك كارت شاشه مش بعيد كمان يبوظه لك. تاني حاجه هي انك بتدمر الشاشه بتاعت اللاب بتاعك، لان البانلز بتاعت ال سي دي او ال اي دي ما بتتحملش ابدا درجات الحراره العاليه، وبالتالي هتلاقي ان البانل بيبدا يحصل فيه مشاكل زي ان البكسلات تبدا عندك تبوظ او يبدا الاستجابه بتاعتها تبقى بطيئه جدا، وبالتالي يبقى فيه زي ترددات بتظهر لك في الشاشه او تاخير في حتت معينه في الشاشه. فلو فتحت مثلا ماي كمبيوتر تلاقي ان ماي كمبيوتر فتحت في الشاشه كلها الا جزء معين يقعد ثانيه وبعد كده يفتح معاك، فبالتالي تيجي بعد كده تضطر ان انت تغير الشاشه بتاعت اللاب بتاعك. ثالث واخطر سبب هي البطاريه، اللي اغلب البطاريات دلوقتي اللي بتنزل هي بتكون بطاريات ليثيوم ايون، واللي بتتضرر بدرجه كبيره جدا لما بتتعرض للتجميد او بتتعرض لدرجات حراره قليله جدا. طب هتتضرر منك ازاي؟ اول حاجه ان الساعه بتاعتها تبدا تقل، يعني لو بتقعد 3 ساعات تبدا تقعد معاك ساعتين ولا ساعه، او ان البطاريه ممكن تقطع معاك خالص. وفي اخطر الحالات بعض البطاريات لما بتتشحن وهي متجمده، لو انت بتعمل الموضوع دوت مثلا كتير وبطاريه بدا يحصل لها تجميد وبتشحنها وقت التجميد، ده ممكن يعرض البطاريه لخطر الانفجار. فلو سمحت حته انك تحط اللابتوب بتاعك في الفريزر، اصرف شويه زي ما انت صرفت على اللاب، هات مبرد للجهاز من تحت يشتغل معاك كويس، وحاول تجيب الحاجات العاليه، سيبك من الحاجات اللي هي 300 400 جنيه ما بتاكلش عيش، خليك في الحاجات اللي هي العاليه عشان تنزل لك من حراره اللاب وما تضطرش تحط اللابتوب في الفريزر زي ما اخونا هنا كان بيعمل.